الو. الو عسلامة. صباح النور اختي. صباح النور، عايشك. مرحبا بك، شكون معايا؟ محجوبة. محجوبه، منين تكلم في؟ من سوسة. من سوسه، مرحبا بك. محجوبه، خليني نسالك على ساعه على سوسه، كيفاش كان تقبل سوسه الخطاب سيد رئيس الجمهوريه البارح؟ عايش ويحيى زين بصراحة ترجعت فينا نفوس برشا. شنو اهم القرارات محجوبه اللي حسيتها معناتها تمسك انت شخصيا وتمس عائلتك والناس المحيطه بيك؟ يعني بصراحة ياسر الفقر، ياسر الفقر ياسر. كنشوف شهرية الراجل كيفاه، كنشوف شهرية الراجل وأنا نعاني في زوز مرضى. وياكلوا لهم في حقهم في سوق الجمله. وكان يحكي لك نحبوا لجنه تطلع تشوف، نحبوا لجنه تشوف المرشي الجرو في سوسه. وكا هو تعرف لي 200,000 عنده 20 سنه معاه يخدم عنده 200 يخفي 200,000 يخفي 200,000. تصوري ولا صبان لا كرني لا شيء. وانا عندي واحده مريضه بالكلوي، عندي واحده مريضه بالزيق نفس وتحب دوسيتهم حاضره. وحاله اخرى حاله ما نحكيلكش. لا يحب يصب عليهم، لا يحب بصراحه نفس الولايه نفسهم يعملوا لنا شيء، نفس المعتمديه نفسهم يعملوا لنا شيء، نفس التفقديه نفسهم يعملوا لنا شيء. اقصد ترى انت حسب رايك 200,000 هذوما مش يمشوا للكرام، مش يمشوا للمال، مش يمشوا للضوء، مش يمشوا للمرز، مش يمشوا للحليب، مش يمشوا للخبز. وين يمشي؟ ترى احكي لي 200,000 وين يمشوا حسب رايك؟ ها ترى احكي لي انت، ترى 200,000 هذوما وين يمشوا؟ كنت بنتي عندي نهارين فقدت لها على الكلاوي، بنتي مريضه مش تموت، اقسم بالله مش تموت. ها عليه حسب رايك ليه؟ فهمت كيفكم عليه. المهم رجعوا فينا، نحبكم لجنه تخرج المارشي الجرو وشوفوا كيفاش اللي يعملوا فينا كيفاش. ان شاء الله يا محجوبه، ان شاء الله يسمعوا قرار الخدام الكل، يسمعوا يشوفوا كيفاش معيشيننا هنا. ها عليه. محجوبه، انت فين منطقه بالضبط؟ في سوسه المدينه معناها؟ المدينه في سوسه. تحكي على مارشي الجرو نتاع سوسه؟ مارشي الجرو نتاع سوسه. يا محجوبة، صوتك وصل في قناة 7 مباشرة، وإن شاء الله السلطات المحلية تتحرك وتحلك الوضعية نتاعك وتحلك مشكلتك، وإن شاء الله ربي يشفي لك البنيات. عايشك يا محجوبة. نمر الآن إلى الأجواء في قفصة بعد خطاب سيادة رئيس الجمهورية البارحة. يرحم والديك قال لي توانسه راني فهمتكم وعارفينك يا سيد الرئيس. انت ماكش معناها كانت تجيك حكايات غالطه، لكن تو كي فقت برجوليه برافو ونقول لك راك بابانا ورانا نحبوك وماناش ضدك. يخاف على تونس خطاب، خطاب مش يوضح، هو يخاف على تونس من قبل، اما خطاب اليوم فريمون شيء كبير. حسينا من لغته من طريقة خطابه انه غلطوني، كان واضح وفما شفافية كبيرة وفما مصداقية كبيرة وفما شجاعة كبيرة باش يقول الكلام هذا، لانه مش سهل باش يقول انه غلطوني. ليه هيك يعملون هكا؟ يقولون لاباس علينا امورنا واضحة، تونس لاباس عليها في امن وامان، يعملون هكا حزونا في كل شيء. يحيى بن علي يحيى بن علي. قبل ما نواصلوا في تلقي المكالمات الهاتفية، نذكركم أنه نضع على ذمتكم رقم أخضر هو 80 10 44 44 للتعبير عن مشاغلكم، ونستقبل مكالماتكم الهاتفية مباشرة في هذا الاستوديو المفتوح. معنا على ما أظن مكالمة هاتفية. ألو. صباح النور. صباح النور اختي، مرحبا بكم. شكون معايا؟ انا مواطن اسمي نور الدين القعليش من سقازبور، حبيت نعبر على مقصودي. راه فرحانين ياسر بكلمة سيد الجمهورية البارح. مرحبا بك يا نور الدين، ومرحبا بالجاليه التونسيه الكل في فرنسا وفي كل بقاع العالم. عايشك وبك اكثر. فرحانين ياسر. تبقينا اختي بربي عندي نحب نقول حاجه، علاش تونس وصلت للدرجه هذيك؟ علاش مثلا مش سي سامي الفهري البارح معناها هذاك بتاع الصنادق وبتاع العاب يجي لتونس 7 هذاك اختي راه عمره ما كان يجي منشط، هذاك تخلى التلفزه بالمعارف وعلى بالي بيه ونعرف كل شيء واخذ المونوبول بتاع التلفزه كامله، ولا منتج في كذا منتج في كذا. اختي امه يا اخو يخلي الغير خبازه، علاش سي العزبه الغربيه واخو السادسات واخو كذا كذا يخلي الغير خبزه؟ علاش اختي سي القنزوع على خاطر ابوه كان وزير الداخليه قبل تخلي التلفز وكذا؟ فما منشطين اخرين اكثر عندهم الكفاءه المهنيه اكثر منهم هما. سي الغربي معناها
المدير التلفزه شكروها ولا شكون اللي ديريكتور هذا تاع التلفزه مع التلفزه هلكها كذا ولا النهار كله شوف اختي من فضلك نطلب حاجه برك وريونا وجوه جديده، وريونا الشباب اللي قاري بالحق واللي يحب يدخل يخدم بدراعه، وريونا الناس اللي قاريين مش هذا المعارف سي سامي السهري وسي شكون وسي شكون وسي شكون. اختي بربي نحب معناها على كريم السيد الرئيس بارك الله فيه البارح اللي فهم الشعب التونسي بالكدا. انا كنت عامل امن في تونس خدمت 7 سنين وكذا، نطلب من سياده رئيس الجمهوريه ونطلب من وزير الداخليه ونطلب الناس الكل اللي عندهم الكفاءه المهنيه ينحيوا شويه يرسلوا على الشعب، ولا نخافوا من البوليسي، نخافوا من الحرس، نخافوا من الشيخ. تمشي للسبيطار تلقى معناها الامبيلونس معناها يقضي عليه الشوفير يهز في البطاطا والخضره، يهز قسما بالله بعيني شفته يهز عليها في العلانش ويهز عليها في الزرابي. الطبيب نعطيك اسمه زاد اسمه طبيب فخفاخ من الساقس. اختي تمشي تدق الزراقه وهو معناها في البلاد دقلها الزراقه بعد ذلك يقضي مع البنوش اللي اختي توفات. ناس قاعده تموت في السبيطارات بالظلم بس ماشي الضمير المهني. يا اختي اطروها منظومه الطب والبوليسيه وكذا، خلينا نعيشوا في امن وفي امان. راهي تونس بتاعنا، تونس نحبوها، تونس نموتوا عليها، راهي نموتوا على تونس اختي. بربي مثلا نعطيك البوليسي يحكم وحده والامن يحكم وحده، نعطيك قضيه بتاع ظلم. خويا تظلم في تونس كان يخدم على روحه بطلوه من الخدمه بتاعه، ظلموا رئيس فرقه الشرطه العدليه في سوسه، حب يربط له خيط بالعاني بيناتهم بنتوات وكذا. بطل غدو اليوم بطال عنده زوج صغار ما عندوش حق عشان ليله يسوي لا فيريتي، يجيب لك البريف قال لي معناها هو مظلوم ما عند السيده الالمانيه هي اللي هذه ظلمته بعثالي استعرفت نجيب لك طارق كريم معناها مترجم محلف المحكمه قال لي نعرفش انا خاطر ما نعرفش نحكي المانيه، كلمها المترجم هذا من ستراسبور وقتلوا راهو اني السيد هذايا ما صار حتى شيء ما بيناتنا. تبقينا في شفته صحيح خويا هو شارب معناها شويه خافت منه كذا منه يجي الشرطه العدليه يحطمه ويحط له مستقبله ويحطه في الحبس ويطردوا. علاش حتى معنا كامله امه ولات انفاليد؟ علاش اختي تعيش صر رانا تولفه في بعضنا نورمالمون نحب نورمالمون خويا على خاطر كان حرس وهذا بوليسي هذا شدوا معناها وكذا من اتهموا على خاطر حرس وبوليسيه ممكن بيناتها بنتوات. نور الدين نحب